أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا في كل مكان. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يصل إلى أسمرة في زيارة عمل رسمية. وزارة التعليم تعلن توزيع الأدوات الدراسية للأقاليم في 9 أكتوبر. صوت الجماهير التي تحتفل بالذكرى 25 لانطلاق برنامج لغة النارة. هجوم مباغت لحركة حماس على إسرائيل في عملية غير مسبوقة. بوتين يعطي الضوء الأخضر لتسليم أوزبكستان الغاز الروسي. وتركيا تشن ضربات جوية جديدة على مواقع المسلحين الأكراد في سوريا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. وصل رئيس جمهورية الصومال الفدرالية حسن شيخ محمود إلى أسمرة عند الساعة 12:30 الظهر اليوم في زيارة عمل رسمية تستغرق يومان. وقد كان في استقباله فخامة الرئيس سياس أفورقي في مطار أسمرة الدولي. حضر مراسم الاستقبال معالي وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح. وأجرى الرئيسان سياس أفورقي وحسن شيخ محمود محادثات معمقة حول تطوير العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. واستعرض الزعيمان سير القضايا التي تمت مناقشتها والاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات السابقة واتفقا على تعزيزها. أعلنت وزارة التعليم أنها ستقوم بتوزيع المستلزمات المدرسية من الكراسات والأقلام أو غيرها بأسعار مناسبة على جميع الأقاليم والمديريات من 9 أكتوبر. وأوضح مسؤول فرع الخدمات العامة السيد يوسف بهتالي وكالة الرناء أن الكراسات التي تحوي صفحات من 40 إلى 100 صفحة هي للرياضيات والتقنية واللغة الإنجليزية، داعيا مسؤولي التعليم لتقديمها سريعا للطلاب. وذكر المواطنين بضرورة استخدام المستلزمات التعليمية التي تقدمها الحكومة بأسعار مناسبة بالشكل الصحيح وتعزيز الرقابة عليها لمنع بيعها في الأسواق. وقال إن سعر الكراسات لا يختلف عن العام الماضي، وتتراوح الفارق بين 30% إلى نحو 70% من سعر السوق. وذكر أولياء الأمور الاهتمام جيدا لتقديم المستلزمات الدراسية التي تستوردها الحكومة بمنصرفات كبيرة في الأول من بداية العام الدراسي لتوفير النفقات غير الضرورية على الأسر. احتفلت صوت الجماهير الإريترية بالذكرى 25 لانطلاق برنامج لغة النارة يومي 5 و6 من أكتوبر في مديرية غونيا بإقليم القشبركة. وقال المدير التنفيذي لمديرية غونيا السيد أبو بكر محمد إدريس في حديثه خلال هذا الحدث الذي تم تنسيقه من قبل قسم الراديو وإدارة المديرية إن اختيار مديريته لاستضافة الاحتفال يحمل المسؤولية لكل المواطنين المقيمين في المديرية. وقال رئيس لجنة النار السيد عبد الله الأمين تيتا إن الأبحاث السابقة مهدت الطريق لإدخال لغة صحيحة لجميع لهجات اللغة. وذكر الصحفي عبد الرحيم إدريس أحمد أحد مؤسسي برنامج لغة النار العلماء والمهنيين والمجتمع بشكل عام ومتحدثي لغة النار بشكل خاص بتقديم مساهمات شاملة لتطوير برنامج لغة النار الذي يديره عدد صغير من الصحفيين. وأوضح دور مساهمة البرنامج في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والجوانب الثقافية للمجتمع. وقال حاكم إقليم القشبركة السفير محمود علي حروي إن مساهمة صوت الجماهير بجميع لغات البلاد هي جزء من الجهود الرامية إلى إرساء العدالة الاجتماعية وحث المثقفين والجهات المؤثرة والأعيان والشباب على المشاركة الفاعلة. هذا وتم توزيع الجوائز والحوافز على الفائزين في مسابقة المعلومات العامة بين المعلمين من مناطق غونيا وشامبيقو وبارنتو وغولوم.
كرم فرع وزارة التعليم بالإقليم الأوسط بمناسبة 5 أكتوبر اليوم العالمي للمعلم 13 معلما نموذجيا. وقال مسؤول التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ بلاي حبتة جابر في الحفل الذي أقيم بقاعة المركز الثقافي يوم أمس 7 أكتوبر إن هذا اليوم هو يوم لتعزيز مبادرتنا ويوم نعزز فيه مهمتنا التعليمية ونجدد فيها عهدنا داعيا المعلمين إلى تعزيز مبادرتهم وإلزامهم بتحقيق نتائج عالية وتنظيم دورات تدريبية لتحسين مبادئهم وكفاءاتهم. وقال رئيس فرع نقابة المعلمين بالإقليم الأستاذ أفورقي جرزجهر إن يوم المعلم العالمي يذكر المعلمين بلعب دور فعال في عملية التدريس والتعلم، مهنئا الفائزين بالجوائز التحفيزية. تم الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين للمرة 30 في العالم وللمرة 27 في بلادنا. وكان احتفال هذا العام تحت الشعار فلنعمل لمعالجة النقص في أعداد المعلمين على المستوى العالمي. من ناحية أخرى منحت مدرسة السنبل الثانوية في أسمرة 68 طالبا من طلاب الدفعة 35 للخدمة الوطنية جوائز تحفيزية لحصولهم على درجات عالية في امتحان الشهادة الثانوية الوطنية، أي ما بين 3.6 إلى 4 نقاط كاملة. وقال مدير المدرسة الأستاذ نجاسي ولدو أن 23 من الفائزين حصلوا على العلامات الكاملة وهنأ الفائزين وأولياء أمورهم. وقال الطلاب بدورهم أن الجوائز التشجيعية التي حصلوا عليها ستمنحهم الروح المعنوية والحافز لرحلتهم الأكاديمية القادمة. وقال رئيس مكتب التعليم بالجنوب الغربي الأستاذ تسفاي تخستي مديرة السنبل السيدة صقة إلياس إن مدرسة السنبل الثانوية نجحت في اجتياز 46% من طلابها هذا العام نتيجة للجهود المشتركة التي بذلها الطلاب والمعلمون ولجنة أولياء الأمور. تبرع طلاب وموظفو المؤسسات المختلفة ب 511 كيس دم خلال الفترة من 3 إلى 7 أكتوبر ضمن مبادرتهم لإثراء محتويات بنك الدم الوطني. وبناء على ذلك تبرع طلاب ومعلمي مدرسة السنبل الداخلية ب 117 كيس دم، وطلاب مدرسة ماي نفح الثانوية ب 252 كيس دم، وأعضاء مكتب المراجع العام 36 كيس دم. فيما تبرع طلاب ومعلمي نادي دارسي اللغة العربية بالاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا ب 41 كيس دم، وأعضاء جمعية الدفعة الأولى للخدمة الوطنية التعاونية ب 50 كيس دم. بالإضافة إلى ذلك تبرع أعضاء جمعيات متطوعين آخرون ب 215 كيس دم. وحث أعضاء الدفعة الأولى لجمعية الخدمة الوطنية التعاونية كل مواطن على التبرع بالدم فرديا أو جماعيا لإنقاذ حياة مواطنيهم المتضررين. وقال الممرض محاري أبراهام رئيس خدمات التبرع بالدم في بنك الدم الوطني إن التبرع بالدم كان يهدف إلى ضمان إمدادات الدم الكافية لعملية جراحة قلب الأطفال التي تستغرق أسبوعين في مستشفى أروتا المرجعي الوطني. وقال الممرض محاري إنه تم جمع أكثر من 7000 كيس دم في الأشهر الستة الماضية من خلال التنسيق الجيد بين بنك الدم الوطني والجمعية الوطنية للمتبرعين الطوعيين بالدم. مشاهدينا فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فكونوا معنا. أهلا بكم على الصعيد العالمي. في عملية غير مسبوقة نفذت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس أكبر هجوم لها على إسرائيل منذ سنوات، إذ أطلقت وابلا من الصواريخ من قطاع غزة بالإضافة إلى عبور مسلحي السياج الحدودي. وإثر ذلك أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي الأحد رسميا حالة الحرب في البلاد جراء الهجمات التي أودت بحياة نحو 700 إسرائيلي وأكثر من 1000 مصاب. وذكر مكتب نتنياهو
وافق مجلس الوزراء السياسي الأمني الليلة الماضية على حالة الحرب وبالتالي القيام بعمليات عسكرية كبيرة، وذلك وفقا للمادة 40 من قانون الحكومة الإسرائيلية. وأضاف: بدأت الحرب المفروضة على دولة إسرائيل من خلال الهجوم القاتل من قطاع غزة في 7 من أكتوبر 2023 عند الساعة 6 صباحا. هذا وتواصل كتائب القسام المعارك لليوم الثاني في معسكرات ومستوطنات إسرائيل في محيط غزة التي فر منها الجنود والمستوطنين فازعين إلى العمق الإسرائيلي، بينما تقوم إسرائيل بقصف جوي للمنازل السكنية في قطاع غزة. أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الضوء الأخضر لتسليم أوزبكستان الغاز الروسي عبر كازاخستان، في حين يعاني قطاع الغاز الروسي من العقوبات الغربية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا. وأعلن الرئيس الروسي إلى جانب نظيريه الأوزبكي شوكت مبريدياف والكازاخستاني قاسم غومارت توكايف اللذين قدما إلى مقر إقامته قرب موسكو لحضور حفل رسمي لبدء التسليم عبر دائرة الفيديو المغلقة منح الإذن. وقال بوتين: هذا أكبر مشروع ثلاثي للطاقة بين روسيا وهاتين الجمهوريتين السوفيتين السابقتين في آسيا الوسطى. وأكد بوتين: نحن منفتحون على المزيد من التعاون، مضيفا أن هذا الأمر من ضمن المواضيع المطروحة للنقاش بين القادة الثلاث. شنت تركيا ضربات جوية جديدة على مواقع تابعة للمسلحين الأكراد في شمال سوريا، حسب ما أعلنت عنه أنقرة ردا على هجوم استهدف وزارة الداخلية وأدى إلى إصابة شرطيين وتبناه فرع تابع لحزب العمال الكردستاني. وتستهدف العملية التركية بشكل رئيسي منشآت النفط ومرافق الطاقة التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية. جاء الإعلام بعد ساعات فقط من مناقشة وزير الخارجية هاكان فيدان مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين إسقاط الولايات المتحدة طائرة مسيرة مقاتلة تركية تشارك في العمليات في سوريا. وفي ذات السياق أعلنت وزارة الدفاع التركية عن قصف 15 هدفا كرديا في شمال سوريا، شملت الأهداف مقرات وملاجئ تستخدمها القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية. قررت السلطات الفرنسية إغلاق 7 مدارس تضم 2500 طالب بسبب انتشار بقع الفراش. وعقدت الحكومة سلسلة اجتماعات الأسبوع الجاري للبحث في تزايد حالات الإبلاغ عن انتشار هذه الحشرة في وقت تستضيف البلاد كأس العالم للرغبي وتستعد لأولمبياد باريس 2024. ويعتقد أن عشر الأسر الفرنسية عانت من مشكلة بقع الفراش خلال السنوات القليلة الماضية، وعادة ما تكلف عملية التطهير مئات عدة من اليورو. ختام نشرة هذه الفترة مشاهدينا في كل مكان، إليكم أبرز العناوين. الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يصل أسمرة في زيارة عمل رسمية. وزارة التعليم تعلن توزيع الأدوات الدراسية للأقاليم في 9 من أكتوبر. صوت الجماهير الإرترية تحتفل بالذكرى 25 لانطلاق برنامج لغة النار. هجوم مباغت لحركة حماس على إسرائيل في عملية غير مسبوقة. بوتين يعطي الضوء الأخضر لتسليم أوزبكستان الغاز الروسي. وتركيا تشن ضربات جوية جديدة على مواقع المسلحين الأكراد في سوريا. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحياتي وتحيات الفريق العامل